يا هلا والله، ولا حياكم الله بياكم. إذا تبغى فلوس، مال، تبغى دخلك يزيد، ما عندك وظيفة، فاضي، أو أنت في البيت ما معك وظيفة وتبغين فلوس، أنا الآن بطلق مبادرة لكسب المال مع خالد الجابري. هذه المبادرة اللي بطلقها الآن ما سبقني لها أحد من المشاهير فيما أعلم، لا من المملكة ولا خارج المملكة، ولأنكم شركاء نجاح، ولأنكم عزيزا على قلبي، ولكي أستفيد أنا وتستفيدون أنتم. أنا مستفيد وأنتم مستفيدين. اللهم ارزقني وارزق مني، مثل ما يقولون العامة. هذه مبادرة إن شاء الله بإذن الله أنك تجني المال من خلالها بإذن الله، حتى لو ما عندك وظيفة، بس بمجرد ما تشغل مخك وتطور من علاقاتك بإذن الله أن أمورك تزين. طيب إيش المبادرة يا خالد؟ المبادرة هي كالآتي: إنك تسوق من أجل الإعلان في سناب خالد الجابري. يعني إذا تعرف شركة أو تعرف مؤسسة أو تعرف محل أو متجر إلكتروني، أو تعرض عليهم أنهم يعلنون في سناب خالد الجابري، فأنت شريك في هذا الإعلان، ولك نسبة من 10 إلى 20%. من 10 إلى 20% نسبة لك من قيمة الإعلان، والله. وهذا مني لكم، وأيضا أنتم بتستفيدون وأنا بستفيد. أنا أستطيع أني أعلن لوحدي ترى، واستطيع أني يعني أستقبل إعلانات أنا لوحدي، لكن من أجل محبتي والله لكم، ومن أجل الاستفادة لي ولكم، هذه المبادرة لم يسبقني لها أحد ولله الحمد. إن شاء الله عندي قاعدة جماهيرية الحمد لله في منصات التواصل الاجتماعي، سنابي موثق ولله الحمد، وعندي قاعدة جماهيرية قوية. وهذه المبادرة مني لكم وأنتم وشطارتكم. بمجرد ما تروح للشركة وتقول، بمجرد ما تقنع هذه الشركة أو تعرض على هذه الشركة أو هذا المحل أو هذه المؤسسة الإعلان في سنابي بأسلوبك بطريقتك، فقط ترسل لي على هذا الرقم، هذا شرط، ترسل لي على هذا الرقم واتساب، تقول أنا عرضت الإعلان عند الشركة الفلانية وتراهم يعني أكدوا. بمجرد ما ترى هذه الشركة مثلا نسبتك تأخذها من عيوني، أقل شيء 10%، وعلى شيء راح تأخذ 20%. فارسلوا هذه السنابات لكل حبيب وعزيز عليكم من إخوانكم، أخواتكم، أقاربكم، اللي ترون أنه يستطيع أنه يعرض على مثل هذه الشركات وهذه المحلات وهذه المؤسسات. وأبد ابشروا، والله هذه شراكة مني لكم. أنا أستطيع أن نسق إعلاناتي واستطيع أن استقبل إعلانات، لكن من باب لأنكم شركاء نجاح مثل ما قلت، ومن باب محبة الخير للغير، والله يرزقني ويرزق مني يا رب العالمين. ارسل لي فقط على هذا الرقم واتساب انك نسقت مع الشركة او المحل الفلاني من اجل الاعلان. الله يرزقنا وإياكم.